الفيديو اللي فات سولتكم واش باغي الجزء الثاني ديال القصص القصيره، واغلبيه قالوا بغينا الجزء الثاني. واخا القناه فيها فقط 5 المشتركين وجاوني فقط 2 تعليقات هانيه والله ثانيه. بلا ما نضيع لك وقتك، عمل معك واحد اللايك واحد الاشتراك وشي كومونتير الا بغيتي زعما. ودابا نبدا. اول قصه غتنفعك خصوصا الا كنتي ديما حاير وما عرفتش شنو تختار، واش نختار هادي ولا هادي، واش نعمل هادي ولا هادي. الا كنتي من هاد النوع هذا اسمع هاد القصه مزيان غتنفعك بزاف. هذا واحد الحمار حاشاك. هذا الحمار هذا كان غادي حتى لقى قدامه جوج ديال الربيعات كبار حداه، وبدا كيشوف هادي ويولي يشوف الاخرى، وكان حاير اين وحده غياكل، وبقى كيفكر حتى مات بالجوع. طبعا قصه ماشي حقيقيه، واخا تكون حمار غتمشي تاكل وحده فيهم، ولكن ضروري خاصها تكون بحال هكا باش توصل لك هاد العبره هادي، واللي هي انك ديما خاصك دير خطوه، ديما تكون مبادره، وديما خاصك تجرب وما تسناش بزاف وما تصبرش بزاف حتى يجي واحد الوقت وتقول ولي شحال هادي ولا جربت شحال هادي كنت وليت ناضي وزيدت شي واكتسبت شي مهاره. وديما الصديق بغيتك تلاح على اي حاجه، اي فرصه جاتك قدامك واستمتع بالنتائج سواء كانت خايبه ولا مزيانه. ما تضيعش وقتك في التفكير واش نبدا ولا لا، بدا صح. القصه الثانيه صراحه القصه اللي غتسمع دابا بزاف وتقدر بصح تغير لك حياتك الا عمقتي فيها وفهمتيها مزيان. ندوزو القصه. هادو جوج دراري صغار مشاو للبحر، وجوج بيهم دخلوا حتى لداخل البحر، وبجوج بيهم بداو كيغرقوا في البحر، وكذلك بجوج بيهم خرجوا من البحر بالزز، وكذلك بجوج بيهم كيمشيو عند والديهم، واحد كيمشي كيبكي وواحد كيمشي كيضحك. هذاك اللي مشى عند والديه كيبكي عمره يعاود يدخل للبحر وكيحقد على شي حاجه اسمها البحر. اما هذاك اللي مشى كيضحك عند والديه 5 دقائق يولي يدخل البحر عادي. فشنو اللي حدد شنو هو اللي مختلف؟ واش داك البحر نفس البحر، واش ديك الموجه نفس الموجه، ودخلوا في نفس الوقت ايضا وخرجوا في نفس الوقت؟ اذا شنو اللي حدد بيناتهم؟ شنو اللي مختلف؟ اذا اللي مختلف هو داك الافكار اللي عندهم في راسهم والجمل اللي قالوا مع راسهم، واشنو عندنا ليهم ديك الشيء هذاك. واحد كيقول لا البحر كيغرق، البحر ماشي مزيان، والنتيجه كيولي حاقد على البحر وعمره يولي يدخل للبحر. وواحد اخر كيقول لا البحر ممتع، غير انا مازال ما كنفهمش نوع مزيان، خاصني فقط نتعلم وصافي. والنتيجه كتجبرو كيولي يدخل للبحر، غير هو ما كيعاودش نفس الغلط، كيدخل على اساس يتعلم وكيتعلم وكيولي كيستمتع في البحر وعادي. فالعبره من هاد القصه الجميله هذه هي خاصك تعرف بلي اي حاجه دخلتيها دماغك كتاثر لك على السلوكيات والافعال ديالك. كن مركز لانك تدخل دماغك افكار صحيحه ايجابيه ومنطقيه. فهنا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى تكون استفدتي. فالصديق القناه مازال في البدايات ديالها، وإلا شتي الفيديو يستاهل اللايك والاشتراك اش كتسنى؟ دابا عمل داك اللايك، عمل داك ابينو الا بغيتي زعما. فكان معكم الروكسي، نشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله.